بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين. وحشني جدا جدا جدا. طبعا طول الفترة اللي فاتت ديت صحيح ما كنتش بطلع أعمل فيديوهات على القناة، بس أنا كنت متابعاكم. من ضمن الرسائل الكتيرة اللي جات لي، انت ازاي القماش بيبقى عرضه 160 سم وبتعملي منه كنبة كبيرة زي اللي احنا شايفينها كده من غير أي توصيلة. هنبص مع بعض يا بنات للكنبة من ورا من قدام وفي كل الاتجاهات، مفيش اي توصيله فيها خالص. تمام اهو. بتعملي ايه علشان خاطر تخلي الكنبه شكلها حلو، وازاي من البرسل للبرسل بيكفي ما شاء الله، والخامه كمان مش مشدوده. الجاكار بارز، دي بياضات حلوه تكمل شكل الطقم. طبعا احنا اتفقنا ان الكنبه لما تكون بدون كرانيش البرسل هيبقى يمين وشمال. تعالوا مع بعض نشوف بينا احنا ازاي هنفصل الكنبه الحلوه دي ونخيطها ونقصها ونركبها كمان على كنبه الانتريه بتاعتي، سواء هي ببومبيه ماشي او هي ستريت زي كده. اهم مقاس في الكنبه دي هو الدوران الكلي من الظهر من الارض هنا اهو. اما اقول لك عايزه الدوران الكلي من الارض هتمشي بالمزوره لحد هنا، لحد القاعده، لحد الارض الناحيه الثانيه. بالمناسبه في بنات كتيره جدا بتسالني الشلته بتعمليها ازاي. انا ما بعملهاش باستك من تحت، انا بعملها جاكار من فوق وجاكار من تحت وبسوسته من ورا. طبعا يعني لازم اشرح لكم ازاي بعملها، لان في بنات بيقولوا لي السوسته بتورور معانا. اهي شكلها حلو ومش موروره وشكلها جميل جدا. طيب قبل ما نبدا الفيديو، قبل ما نشوف الشرح، ما تنسيش تصلي على النبي وتذكري الله وتديني لايك، احلى لايك واحلى كومنت عشان تشجعيني. ويلا بينا نبدا الفيديو، يلا بينا. الانتريه اهو يا مدام ولاء بعد ما اتفرش. تسلم ايديكي بجد، تحفه تحفه جدا يعني، عاجبني قوي. وان شاء الله باذن الله مش اخر تعامل معاكي باذن الله. تسلم ايديك يا حبيبتي. ورجعت لكم تاني مع بعض هنا اهو. التوب اهو كامل اهو، التوب اهو. اهم حاجه انك انت تتني البرسل على البرسل. ليه اللقطه دي؟ علشان خاطر لو القماش بتاعك موارب ايه ما يبقاش، بصوا القماش مظبوط. ساعات القماش بتاعك بيبقى موارب. تمام، فاحنا كده اول خطوه تنينا البرسل على البرسل. الكنبه الكبيره بتاعت الانتريه دي بتاخد كام وانت مغمضه كده؟ بتاخد 4 متر. هتقولي لي ليه؟ اخدت الدوران الكلي للكنبه 2.5 متر في الطبيعي. في ناس بيبقى الصالون بتاعهم عالي شويه، في ناس بتبقى الكنب بتاعهم اقل، مش هتعمليها يعني لحد الارض، بتبقى برجلين خشب. كل ده هشرحه لكم بعد ما نخلص خالص واحنا بنركب. طيب ال4 متر دول هتعملي ايه؟ بتقيسي القماش بتاعك على حاجه مريحه. ادي كده متر، اهو قماشك اهو. ليه الحركه بتاعت البرسل دي؟ عشان ما يبقاش القماش وارد. جسم الكنبه اللي هو الدوران الكلي بياخد 2.5 متر. ادي 2 متر. ان شاء الله الكنبه دي مش هتاخد معانا 5 دقايق، بمجرد بس ما نقص الجسم ونقص اليد خلاص. ادي كده 2.5 متر. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص قصينا جسم الكنبه. يبقى اهم مقاس في الانتريهات الكب الدوران الكلي للكنبه. اليد بتاعتنا بتاخد قد ايه؟ بتاخد 1.25 متر. يبقى نكتب في ورقه وقلم كده، الجسم بياخد 2.5 متر، 1 ل2، يعني اليد 1.25 متر، الجسم 2.5 متر. ماشي، يبقى كده مقاساتنا من 1 إلى 2.
المتر وربع اهو. ادي متر. عايزين نبقى نقعد مع بعض كده نتكلم مره المقاسات بالظبط. الكنبه الكبيره بتاخد كام، الكنبه الصغيره كام، الانتريه كله. احنا قلنا لو انتريه كاب ستاندر بياخد 13 متر. لو بكرانيش ادي الربع متر بتاعنا اهو. لو بكرانيش هياخد 8 متر جاكار و9 متر كورنيش، وحسب برضو ايدك، حسب ايدك ما بتشد على الاستك. احنا كده بنقص ايه؟ بنقص الايادي، متر وربع للايادي. تمام. هتعملي ايه في الايد؟ عشان الحته دي البنات اللي بياخدوا كورسات دايما بيتلخبطوا فيها، مش عارفه ليه. اهو الايد بتاعتنا اهي، ادي القماش من البرسل للبرسل. هتفتحي اليد كده. لو رحتي قستي طول اليد بتاعت الانتريه هتلاقيها 80 سم، والقماش هنا هو 80 سم اهو. متخافيش من الحته دي عادي. هتعملي ايه؟ ادي اليد بتاعتك اهي، اليد بتاعتك اهي. تمام. ادي كده عملتي قستي القماش على 3، ادي تلت وتلت وتلت اهو. تلت بره، التلت ده بدل الكورنيش، وتلت داخلي وتلت خارجي. تمام. هنعمل ايه زي ما عملنا في الشرح بتاع الانتريه اللي هو بكرانيش، ساعه ما كنا بنقص 80 سم على 2 ونعمل مربع 5 في 5. هنا كمان نفس الكلام، هنعمل المربع اهو 5 في 5. دي اسمها المرايه. دي اسمها ايه؟ المرايه. الجزء ده اللي هو بيبقى الداخلي، داخل الحته الظهر والقاعده كده بيبقى فيه 2 كورنر بنحشر فيهم القماش. ليه انا بعمل الدوران ده؟ عشان كل القماش ده ما يكلكعش في ظهر الايه؟ الكنبه. هنقفل ازاي؟ هنقفل بكل سهوله اهو، دوران على واسع. ما تجيش تعملي لي الدوران ضيق، القماش هيكلكع معاكي ومش هتعرفي تقفليه. تركيب اليد دي بكل سهوله جدا جدا. كل اللي انا هعمله هروح على المكنه هقفل المرايات بالمربع ده، ويلا بينا نرجع مع بعض نشوف هنعمل دلوقتي. يا بنات احنا هنا على مكنه الاوفر ال4 فتله، زي ما اتفقنا ان المتر وربع قسمناهم على 3 ماشي، تلت داخلي والتلتين خارجي. التلت دوت بتاع الكورنيش. عملنا هنا مربع 5 في 5، وعملنا من الناحيه الثانيه الدوران بتاعنا. هنفك بقى الاثنين عن بعض كده. ملحوظه، لازم يبقى الوش على الوش او الظهر على الظهر. تمام. ده دلوقتي في تقفيل مختلف. انا كل مره كنت بعلمكم ان احنا نعمل على السنجل وبعدين الاوفر. هنا شغلنا الاوفر ال4 فتله عشان يبقى في تغيير في التقفيل بس، وتشوفوا كل ايه الشغل الجديد ان شاء الله. اهو بصوا ايه الحته دي. الحته دي اسمها الصدر، صدر الكنبه، بتبقى بدل الكورنيش. تمام. خلاص روح فاتحين المربع اللي هو اللي احنا عملناه ده اسمه حرف التي. حرف التي ده اللي هو المرايه. ادي المرايه بتاعتنا. طبعا اوفر 4 فتله يعني خياطه، انما اوفر 3 فتله يعني تنظيف. فاهي مهما نشد في القماش، عشان بس اللي بيقول لي القماش بتاعك عامل ايه، القماش خفيف ولا تقيل، مخرم ولا مش مخرم، اهو القماش يا جماعه. وده الظهر بتاعه، النسيج بتاعه بسم الله ما شاء الله تقيل، يعني ما شاء الله غني، مش مفهوش، مش مخرم. ما تجيش تركبي الفتله وتستخسري وتقولي انا هجيب قماش رخيص عشان ابيع اكتر، وتبص تلاقي الحاجه ما بتعيشش مع الزبون. لازم يبقى عندك مصداقيه، تجيبي للزبون كانك هتجيبي في بيتك بالظبط. احنا هنا بنعمل العمود بتاع حرف التي. رفعنا الدواسه اهو، ولا هتشدي ولا حاجه اهو. تفتحي اهي المرايه اهي. طيب انا ليه بعمل الحاجات دي كلها كده خطوه بخطوه؟ علشان خاطر تشوفي كل حاجه بعينيكي اهي، كأن الكنبه كده في وشك. ده
اليد اليمين، ده اليد اليمين والجسم بيبقى في النص اهو. عرفت منين ان ده اليد اليمين؟ الحته بتاعت الصدر دي على ايديك اليمين، واليد الشمال هتلاقي الحته بتاعت الصدر على ايديك الشمال. مفيش اي لخبطه، بمنتهى السهوله. وعلشان خاطر برضو المعلومه توصل لك اكتر هفرشها على الكنبه وهعرفك ازاي ان من البرسل للبرسل القماش بيكفي لحد 200 و210 كمان. ماشي؟ بس قبل ما اقفل الفيديو هنا واحنا بالمره قاعدين على المكنه دي هعرفك ازاي ان شاء الله. الجهاز ده رخيص مش غالي، جهاز شد الاستك ده بيبقى بتاع اللي هو الاسدالات الحريمي والكلام ده كله، ده رخيص. هتركبيه في مكنه الاوفر وتشدي عليه الانتريهات الكب كلها. هعلمك الموضوع دوت بس بعد ما اوريكي الطقم على زي ما اتفقنا. انا طلب مني اوردرين من التوب ده. طيب ده كده الاوردر الاولاني خلاص. هنمسك بقى الايد التانية. ادي الايادي اهي معانا كل حاجه عشان تشوفوها. الايد دي اهي 66 سنتي، اللي انا بعملها نص عرض القماش اللي هي 80 سنتي. هتقولي لي طب ايه كل ده بتعملي ايه بيه؟ هقول لك انت ناسيه ان في مرايه بتكسي المرايه دي. ماشي؟ عشان كده القماش بيطلع ايه جميل ومبحبح. طيب يبقى انا خدت كده نص عرض القماش اللي هو ايه 80 سنتي. تمام؟ طيب الدوران جبته متر وربع ازاي؟ ده الداخلي اللي بيتعمل هنا في الحته دي اهي، الدوران اللي هو 30 في 30. مش ملاحظين ان هنا مفيش خراطيم ولا حاجه والقماش مبحبح ومريح وهو جميل مزنوق. طيب الدوران بتاع اليد هتمسكي من اول هنا اهو كده اهو لحد الارض، لحد الارض 112. انا بعمله متر وربع. هتقولي عامله ليه كل ده؟ ده علشان خاطر في اوفر، في استك هتتنيه، لازم قماشك يبقى مبحبح. وفي التحشيره دي، التحشيره ايه دي اهي. ما انا مش معقول هعمل 112 بالظبط وبص الاقي الزبون يقول لي انا مش عارف ادخل القماش ولما بيجي عيال تتنطط القماش بيطلع. دي حاجه. في زباين بتقول لي احنا خايفين وعايزين شيلات منفصله. علشان كده انا بقول لكم انا عايزه اوفر لكم. انا من مصلحتي ان انا ابيع كتير، بس انا بقول لكم انا مش بياع، انا مش تاجره، انا بخيط حاجه كانها في بيتي. الزبونه بتقول لي عايزه شيلات منفصله علشان خايفه العيال وكده وهي بتتنطط الحاجه كل شويه تقرفني وتزحزح. انا بقول لها لا، كده كده قماشي انا بعمله كبير، سواء خدت شيلات منفصله او ما خدتش شيلات منفصله انا بعمل لك الحاجه كبيره اهي. والكنبه دي لما نخلصها هنشيل دي ونحط دي علشان يبقى ايه قدامكم كلكم. طيب هتقولوا لي القماش ازاي ما بتوصليش فيه وبتركبي الايادي على طول؟ اهو يا جماعه من البرسل للبرسل. تمام؟ ادي البرسل القماش اهو عرضه، وادي البرسل الناحيه التانيه اهو، ادي عرض القماش. طيب المترين ونص اللي احنا كنا قاصينهم مع بعض اللي هو الدوران الكلي بتاع الكنبه. يبقى لما نيجي نعمل كنبه بكرانيش هنخلي البرسل في الحته دي كده اهو. هيبقى البرسل هنا اهو قدام كده وايه ورا، البرسل قدام وورا. ليه؟ عشان هتكسي الكنبه كلها بالكرانيش. هيبقى البرسل من قدام ومن ورا. لكن لما نيجي نعمل كنبه كب هيبقى البرسل يمين وشمال، يمين وشمال اهو. ادي مفيش ولا توصيله. طيب هتقولي لي في كنبه السرير بتبقى اكتر من مترين. هقول لك اهو القماش معايا بسم الله ما شاء الله المطه فيه تحفه وعاليه اهي. بصي هيمط معاكي ال 160 دول انا جربتهم وهوريه لكم على الكنبه السرير اللي ورايا دلوقتي دي اللي قدامي، بيمط لحد 210، بيمط لحد 210. طيب هنيجي نركب بقى الايادي عشان ما اطولش عليكم. ادي اليد بتاعتنا اللي احنا عملناها متر وربع. اليد دي اللي هي شمال اهي اهي كده اهو. طيب في بنات بيقولوا لي احنا ما عندناش حاجه نقيس عليها وانت بتقيسي ومش انا بقيس علشان اعرفكم انتوا، انما انا مش في كل اوردر هقعد اقيس. انا خلاص حافظه الحاجه سواء تفصيل سواء قص، دي تاخد مقاسات ايه، دي تاخد مقاسات ايه، دي تاخد مقاسات ايه. انا بعمل كده وبتعب نفسي عشان البنات اللي هي مبتدئه تشوف الحاجه بعينيها وتوصل بسرعه لدماغها. اهو بصوا يا بنات، يبقى احنا قلنا الحته بتاعت الصدر دي بدل الكورنيش، بدل ايه الكورنيش، وده اللي هو حرف التي، وده اللي هو الدوران اللي هو 30 في 30
ليه ما خليناهوش كده ستريت؟ علشان خاطر ما يكلكعش. وادي القماش بتاعنا. تمام. يبقى دي اليد الشمال، ادي اليد اليمين. انا كان ممكن اشيل لكم الكفر اللي تحت، بس انا حبيت اعرفكم ان ده حاجه وده حاجه. انا ده قصاه قدامكم، قصاه معاكم، هنركبه برده مع بعض. ادي الكنبه اليمين. طيب بكل سهوله بكل سهوله الفرق بين الكنبه دي والكنبه السرير تكايه خفيفه، تكايه خفيفه. هنمسك الطرف بتاع الكنبه مع الطرف بتاع اليد اهو، هتخيطي بس. ادي كل الحكايه، هتخيطي كل ده، كل ده هيتخيط. هنخيطه دلوقتي على المكنه مع بعض اهو. تمام لحد ورا. طيب انت شفتي مقاسك مظبوط ولا لا؟ خلاص تمام. انصحك تبداي من ورا اهو. انا بدات شفت مقاساتي مظبوطه. ليه؟ عشان قلت لكم متر وربع، مترين ونص. متر وربع يدي، مترين ونص جسم. متر ونص يد للكنب العالي، متر ونص يد، 3 متر للجسم. فاهماني؟ يبقى ده نص ده. خلاص شفتي مقاساتي مظبوطه، اروح بقى بادئه من ورا، بادئه من ورا. طب لو حاسه ان في اليد اصغر سيكه بسيطه كده اهو من الجسم، اما اجي اكشكش من الدوران عشان يبقى شكلها حلو. بصوا اهو، ادي اليد اهي، بصوا من ورا اهو. انا بدات من ورا، ادي اليد اهي لحد قدام، لحد قدام خالص. تمام. كل ده اللهم بارك على المكنه الاوفر بس اللي هي الاربعه فتله. يبقى انا كده هروح اعمل ايه؟ هروح اركب اليدين معاكم، وهركب الاستك واوريكم الدنيا فيها ايه. يلا دلوقتي يا حبايبي، ادي الجسم معانا، ادي جسم الكنبه. هنحطه كله كده، كله. وتتاكدي ان البورصه اهو يمين وشمال. تاكدي ان دي اليد اليمين. ابدأي باليمين اهو، ادي السطر، وهتبدأي كده اهو. هتشوفي بس مقاساتك مش اكتر، وتبدأي خياطة من ورا. طبعا مش عايزه اقول لكم لو وصلتوا في الفيديو لحد دلوقتي وان شاء الله حاسين ان انتوا استفدتوا، ما تنسونيش بقى في احلى لايك كده وشير وكومنت وشيروا عشان غيركم يستفيد. اهو احنا بدأنا كده من ظهر الكنبه. طبعا زي ما احنا حافظين اليد اليمين فوق الجسم، واليد الشمال تحت الجسم. دي حاجات كلها عايزاكم تحفظوها. ادي اليد اليمين اهي، بدأنا كده. بعدين نتأكد ان مقاساتنا لسه مظبوطة اهو. ادي الصدر، وادي القاعدة اهي. كل مره تبصي انتي مظبوطه ولا لا اهو، ماشيه زي الفل. مادام قصيتي كويس يبقى هتقفلي كويس. زي ما قلت لك هتقصي وتقفليها في 5 دقايق بس اهو. احنا كده جينا عند الصدر اهو. انا عامله فتله بيضه مخصوص عشان تشوفي ان هي 4 فتله. فتله من قدام سودا، وفتله بيضه رقم 3، والفتلتين الحرير. طيب هنعمل ايه؟ هنمشي كده اهو بالجسم. ادي البورصل من الناحيه التانية، وادي اليد الشمال. اليد الشمال بتكون فين؟ ها يلا هديكوا فرصه تجاوبوا. اليد الشمال بتكون فين؟ صح، برافو، بتكون تحت الجسم، بتكون تحت الجسم. ادي احنا ماشيين اهو، بنشوف مقاساتنا، بنشوف ان احنا مقفلين صح، مقصين صح، حاجتنا كلها مظبوطه اهو.
اهي تحت الجسم، اليد اهي بقت تحت والجسم فوقيها. تمام. برضو هنركب اليد وبعد كده نركب الاستك. انا عارفه ان الفيديوهات التعليميه بتكون طويله شويه، بس ده والله عشان انتوا تستفادوا. طبعا عندي يعني رسائل كتير وطلبات كتير واسئله كتير، ان شاء الله هنجاوبها مع بعض واحده واحده. برضو بشوف انا ماشيه مظبوط ولا لا. ما تستعجليش، كل مره لازم تشوفي انت ماشيه مظبوط ولا لا. ادي الصدر، ادي الجسم بتاعنا. كل مره لازم تتممي ان انت ماشيه مظبوط عشان ما تجيش في الاخر وتتفاجئي. مش عايزاكي تتفاجئي ان في حاجه اطول من حاجه. اهو كده الكنبه تعتبر خلصت. هنركب الاستك بطريقه جديده لان احنا كل مره بنخيط ونعمل بندكك الاستك. المره دي بقى حته صغنطوطه كده زياده هقولك هتعملي فيها ايه في الاخر. الاستك اهي هتشديه كده. الجهاز ده رخيص مش غالي، ممكن اي حد يجي يركبه. هتسيبي هو يسحب بقى الاستك لوحده. بصي ما بتشديش اي حاجه اهو. بصي الاستك ركب مع الاوفر واداكي كده ايه شياكه. ما فاضلش غير خطوه واحده بس، ان احنا نخيط الاستك مش اكتر من كده. يعني الحته دي بس هنعملها كده اهو سنجل بس، انما احنا اهو ما شاء الله خلصنا كل حاجه بالاوفر. ولو وصلت لهنا لحد هنا في الفيديو كده يعني اذكر الله وصلي على النبي، وما تنسنيش في دعوه جميله كده حلوه. انا مش حابه افصل الفيديو عشان تشوفوا كل حاجه. ما فاضلش غير التركيب. يبقى احنا في الفيديو ده قصينا وفصلنا وخيطنا وركبنا، اديتكم كل حاجه شامله. تبخليش عليا بقى كده باللايك علشان خاطر يعني عايزه اقولك في بنات بتيجي من اخر الدنيا عشان تستفاد بالحصه دي. الحته الصغننه اللي احنا قلنا عليها هنطردها اهي اهي. بس كده احنا كده بنفك الكنبه اللي كانت معموله وهنركب الكنبه اللي احنا عملناها مع بعض. عايزه تركبي الكنبه طبعا هتقولي لي هركبها ازاي عشان ما فيهاش توصيلات. طب انا هعلم من اللي فوق من اللي تحت ازاي؟ هعلم اللي من ورا من اللي قدام ازاي؟ بحرف التي. بحرف التي اهو. حرف التي يبقى الكنبه دي كده اهو اهي. طبعا لسه فاضل بس مرحله ان انا اعمل الاستك بالسنجل وخلاص، بس هركبها قدامكم لان طبعا في الجاهز بتبقى فيه توصيله كده من الظهر، فالزبون بيبقى عارف ان ده الظهر اهو. حرف التي اهو، وادي اول اليد اهو. نمسك الكنبه كده اهو. الكلام ده برضو للزباين اللي حابه تتعلم ازاي تركب كنبه اهو. شفتوا بقى؟ شفتوا القماش بسم الله ما شاء الله يعني عرضه جميل ومطته حلوه وعاليه. انا ما بختارش اي قماش، مش اي قماش بشتغل فيه وخلاص عشان اكسب والسلام. بصوا
بصوا طبعا كلكم في يعني الا من رحم ربي يعني بيجي ويجيب قماش من بره مضروب ويقول لي ده ما بيمطش. اهو بصوا البورسل للبورسل اداكي 180 سم كنبه، وممكن يديكي كنبه لحد مترين، مترين و10 كمان. طبعا القماش عندي بجيبه من مصنع موثوق فيه، مصنع سوري بيبيع حاجات اصلي. فاللي عايز اي شغل اي قماش اي حاجه بالاتياب بالكيلو بالمتر انا تحت امره. تمام اهو بصوا انا ركبته قدامكم علشان تشوفوا الدنيا من الالف للياء. اهو طبعا اظن ان الجاهز ما بيبقاش فيه الوسع ده كله، وبعلمكم حاجه تفيدكم ويبقى ليكم مصداقيه عند زباينكم. اهو شايفه المقاسات. ايه الفرق ان انا يعني بين الجاهز واجيب حاجه رخيصه كخامه وكمقاس وكفينش ما تعيشش معايا. اهو بصوا طبعا لما كناش عملنا دوران كبير كان هيبقى مكلكع، وعندي استعداد امطه اكتر من كده كمان. اهو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. حبيت اعلمكم حاجه جديده مفيده عملتها قبل كده في فيديو قبل كده مع البنات على الكورس، بس قلت اعملها لكم عملي المره دي. طبعا انا كنت مقدمه سلسله تعليم بكرانيش كانت على الارض وعلى المكنه، فان شاء الله هعمل لكم سلسله تعليم بكرانيش على الانتريه وعلى الركنه علشان انتوا تشوفوا الحاجه بعينيكم فتوصل اسرع لايه لقلوبكم. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم، تدعوا لي دعوه حلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.